يا سيد العزيز، أنا أطالب السيد فيصل أن يعتذر للشعب اليمني من كلمة مخلوع ومن الألفاظ التي قيلت على امتداد 4 سنوات حتى أستمر معك في البرنامج وأجيب على كل أسئلتك. ما لم فأنا أضطر إلى الانسحاب. انسحب؟ تفضل. شو يعني عاوزني اعتذر؟ لا، من كلمة مخلوع. يا سيدي مش مخلوع، ألف مخلوع. المخلوع ألف مخلوع يا سيدي، ألف مخلوع. المخلوع الذي ليس له حظر في وطنه. ألف مخلوع هذا يقولونه هم. هم اللي يقولون. هم يقولون. هم اليمنيين يقولون مخلوعين. يقولون إذا أنت تقول إن اليمنيين يقول أنه مخلوع، علي عبد الله صالح الذي تقول دافع عنه يا سيد العزيز، إذا كان علي عبد الله صالح هذا المخلوع الذي لا يريدها الشعب اليمني، هو الذي بيحرك الجيش، وهو الذي بيحرك الحرس الجمهوري، وهو بيحرك الامن المركزي، وبيحرك الحوثيين. اذا من هو الرئيس الذي قاموا بثوره هؤلاء عليه؟ قاموا بثوره قتل وفاحشه وبغض وفتاوى وتفكير وتهريج الدواعش والارهاب الى خارج. فأنا أطالبك بسحب كلمة مخلوع يا سيدي وإلا أعتذر لك. أخي فيصل هو أتى ليسجل هذا الموقف لكي يذهب يتجمل عند علي عبد الله صالح ويقول أنا أتيت وقلت في الجزيرة هذا الكلام. طيب ماشي، خليه ولا همك، تفضل. طيب الآن نعود إلى قلت في البداية أنه علي عبد الله صالح كان أو يحاول منذ البداية أن يسلم إيران أو يسلم البلد إلى إيران. كمل، تفضل، خذ راحتك. أولا يعني هذا هو المنطق المشكلة. حط لي على الكرسي يا مخرج، حط على الكرسي. المنطق المشكلة، خليني بس دقيقة يا جماعة. هذه الكرسي كان عليها قبل ثواني يحيى العابد، وانسحب من البرنامج بحجة أنه قيل عن العفاش أنه مخلوع، وهو الشعب اليمني 3/4 يقول أنه مخلوع. هرب وانسحب الذي كان على الكرسي، حط على الكرسي، اسمه يحيى العابد. يحيى العابد هرب قبل دقيقة.